لما تكون متخاذل ومهمل ومش بتراعي ربنا في أكل عيشك، ربنا يهيأ لك كل الظروف اللي تبروز إهمالك وتفضحك أكتر ما أنت متنايل على عينك مفضوح. الناس دلوقتي كلها منبهرة بتنظيم قطر لكأس العرب، من توقيتات ممتازة تظبط عليها الساعة، لنقل تلفزيوني وتصوير مبهر، لإخراج فني وتقني على أعلى مستوى، والأهم من ده كله الملاعب. الملاعب دي حاجة تشرح القلب الحزين، سجاد أخضر ناعم أملس كالحرير، مستحيل تشوف الكرة بتتنطط، ولا لعيب وقع في حفرة، ولا الكرة جت في نقرة وعليت نطت وخدعت الحارس. الشغل البلدي بتاعنا ده. في وسط الانبهارات دي كلها تفتح التلفزيون عشان تتفرج على البروفا الأخيرة لمنتخب مصر قبل ما يسافر يشارك في كأس الأمم الأفريقية في المغرب، عشان حظك التعس يخليك تتفاجئ إن المنتخب بيلعب مع نيجيريا في الحوش بتاع مدرسة إمبابة النموذجية بنين. حاجة كده تقرف، ملعب مليان نقر وحفر والكرة عمالة تتنطط، والتصوير بتاعنا أصلا معفن مع ملعب منتن، الصورة طالعة زي مجاهل أفريقيا بالظبط، وكأن الماتش بيتلعب في تشاد ولا سورينام ولا في الخرابة اللي ورا بيتنا. ما تفهمش ايه المنظر ده، حاجة كده فضيحة. لما الناس شافت المنظر العرة ده، كل المواقع والصحفيين جريوا على وليد عبد الوهاب مدير الاستاد. ايه بقى ايه المنظر ده؟ ايه السبب؟ اول حاجة وليد عبد الوهاب عملها انه رمى القصة على حسام حسن. قال لك حسام هو اللي اصر يلعب الماتش على استاد القاهرة. ايوه حضرتك، فين اجابة السؤال؟ هو ايه اللي مخلي الاستاد بالمنظر ده؟ قال لك لا عادي، بمجرد ما تنتهي المباراة ان شاء الله هنقفل الاستاد ونجيب ظرفه وننزع النجيلة بالكامل ونزرع بقى البذرة الشتوية. الله يخرب بيت البذرة الشتوية على البذرة الصيفية، على بيت اللي مسكوا استادات اصلا. ما حد يا جدعان يطلع يفهمنا اشمعنى استاد القاهرة ده دونا عن استادات العالم اللي بيقفل مرتين 3 في السنة، وما بيحللوش يقفل الا في عز الموسم والماتشات شغالة. واشمعنى الخليج واوروبا ما عندهمش بذرة شتوية وبذرة صيفية؟ ولحد امتى هنفضل احنا عايشين في المهازل دي؟ لحد امتى هنقعد نقول ونستهبل اننا اقوى دوري في المنطقة ومصر الدولة الرائدة في افريقيا والشرق الاوسط، واحنا ملاعبنا وتصويرنا ونقل ماتشاتنا بالمنظر المنتن ده؟ ماتش امبارح ده اكيد في ناس كتيرة اتفرجت عليه، كل المنافسين لمنتخب مصر والناس اللي مهتمة بمنتخب مصر في كاس الامم اكيد شافوا الماتش. يقولوا علينا ايه الناس؟ وهيقولوا علينا ايه بقى لما يشوفوا ملاعب المغرب كمان كام يوم؟ وطبعا الوزير المسؤول الاول عن استاد القاهرة مش فاضي هو للمهازل دي. الراجل بمجرد ما محمد صلاح انضم لمعسكر المنتخب جري يتصور التصوير اياها معاه، وقال ايه؟ بيهني المنتخب بالفوز على نيجيريا. ما المنتخب مرمي في المعسكر بقاله اكتر من 5 ايام، ما فكرتش تعبره ليه؟ اتمنى من الله ولا يكتر على الله حد تاني بيفهم يجي يمسك الاستاد ويشوف حل لقصة البذر اللي احنا عايشين فيها دي. ده لو بطيخة مش استاد مش هيبقى فيها البذر ده كله. ناس ما عندهاش دم.